راه تكون في الحي اللي ساكن فيه ولا المدينه اللي ساكن فيها، كدوز حدا شي محل تجاري وكتلقاه ديما خاوي. فيما كدوز كيبان لك داك السيد مول المحل غا جالس، وكتقول مع راسك هاد السيد مسكين ما كيبيع ما كيشري، كيفاش حتى مقاوم وباقي خدام في هذا المحل هذا. وفي نفس الوقت كتلقى داك السيد كيجي كل نهار في الصباح بكري كيحل المحل ديالو، كيسيق وكيجلس كيتوكل على الله وكيبقى جالس. جا شي كليان هو ما جاش، راه كيمشي كيسد في التالي ديال النهار وكيمشي بحال. وانت عند بالك بان هذا السيد مسكين راه كيف ما كتشوف داكشي اللي كيبان لك راه ما فحالوش، راه صابر وصافي كيفاش داير عايش الله اعلم. ولكن اللي ما عارفش انت هو ان هذا السيد هذا عارف واحد السر اللي ما كيعرفوش كاع الناس، اللي كيعرفوه بالخصوص التجار. وهذا السر هذا هو كيف ما كانوا كيقولوا جدودنا، اللي هو ساعة من عند الغني كتغني، ساعة من عند الغني كتغني. تقدر هذاك السيد النهار كامل ما كيدخل عنده حتى شي واحد، حتى يقرب يسد عادي يجي عنده كليان ويبيع ويشري معاه ويدخل المصروف ديال النهار كامل. كاينين بعض المشاريع اللي يقدر شهر كامل ما يجي عندك حتى شي واحد، شهر كامل ما يدخل عندك حتى شي كليان، وفي واحد اللحظه في واحد النهار يجي كليان اللي يعوض لك تقريبا ولا تصور معاه داكشي اللي غادي تدخل مثلا في 3 شهور ولا اللي يعيشك 3 شهور. وهذا هو السر من اسرار التجاره اللي ما كيعرفولوش كلشي. الا وصلتي لهاد ليطاب هادي ديال انك تامن بهاد المقوله ديال ساعه من عند الغني كتغني، تولي كتمشي للمحل ديالك وانت موكل على الله وعارف بان الله غادي يرزقك، واخا تجلس السيمانه واخا تجلس الشهر ما يدخل عندك حتى شي كليان، كتكون امن ومتيق بان الله غادي يسهل عليك وغادي يجيك رزقك. وباش توصل لهاد ليطا ديسبري ولا هاد الايمان هذا خاصك تخدم بزاف على راسك، حيت ما ساهلاش على شي واحد اللي يلاه مثلا كتلقاه مسلف واحد الفلوس باش يبدا مشروع، يعني ماشي حتى ديالو، غمسلف من عند الناس وكيبدا كيكري محل كيدير الاصلاحات وكيدير كاع داكشي اللي خاصو يدار وكيتوكل على الله ويبدا. باش غادي تجي تقول له من النهار الاول راه خاصك تصبر، راه ما كيكونش هذاك الصبر. يعني هادشي خاصك تتعلم له مع الوقت خاصك تعرف بانك كل ما صبرتي كل ما توكلتي على الله وامنتي بان الله غادي يرزقك، راه رزقك غادي يجي حتى لعندك. وهذه كما قلت لكم من اسرار النجاح ديال الناس في التجاره، ساعه من عند الغني كتغني. ديما دير في بالك، وكاين واحد الطقوس اللي خاصك ديرهم كتاجر، خاصك ديرهم. واول حاجه، وهذه القضيه هذه كنت قريتها في واحد الكتاب كاتب واحد امريكاني، وهاد الناس هادو وصلوا لواحد الحقائق اللي هما عندنا في الاصل في الدين. قال لك ملي تخرج كل نهار، وهذه صراحه تجربه، كل نهار ملي تخرج من الدار، غتخرج من باب الدار غادي تقرا داك الدعاء ديال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وغادي تهز راسك للسماء، غتهز راسك للسماء وغدعي، سواء كنتي غادي للخدمه، غادي للمشروع ديالك، غادي تقلب على خدمه، غادي للقرايه، غادي تخرج مع باب الدار، غادي تهز راسك للسماء وغادي تطلب الله داكشي اللي باغي. تقول يا ربي سهل عليا، يا ربي بارك لي في التجاره ديالي، يا ربي سهل عليا نلقى ستاج، يا ربي سهل عليا نلقى خدمه، كاع داكشي داك الغرض اللي انت غادي ليه. حنا بما اننا كنهضروا على المشاريع، يعني نفترضوا انت غادي للمحل ديالك، غتقول يا ربي سهل لي، يا ربي جيب لي الرزق هذا النهار، جيب لي اللي فيها الخير، سهل عليا بشي رزيق مزيان. عرفتي غير هاد اللقطه ديال انك كتهز راسك كتخرج مع باب الدار وكتاخذ واحد النفس عميق وكتشوف في السماء وكتقول يا ربي يسر لي الامور وسهل عليا، راه كتحس بواحد الطاقه عجيبه، واحد الطاقه عجيبه. مهما داز عليك شي فترات صعاب في هذاك النهار ما كترد لهمش البال، حيت انت خديتي بحال اللي خديتي واحد الطاقه ايجابيه من عند الله، مع كتهز راسك للسما، صافي بحال اللي كتكونيكطا مع ديريكتومون مع الله وكتطلب وكتدعي، صافي كتجيب واحد الطاقه ايجابيه عجيبه وكتيسر لك الامور في هذاك النهار. اذا هذه اول حاجه خاصك ديرها ملي تخرج على باب الدار ديالك، هي تهز
راسك للسما وتطلب الله تيسير الامور وكاع داكشي اللي بغيتي. من بعد غادي تمشي تحل المحل ديالك، وكيف ما كانوا كيديروا الناس القدام غادي تمشي غادي تدخل تسيق المحل، تطلق القران وتبدا شويه كتنيطواي في داك السلعه اللي عندك. ضروري كتحيد شويه ديال الغبره، لان هادشي كامل راه كنشوفوه حنا في المحلات التجاريه. وثالث حاجه غادي ديرها هي غادي تجلس غادي تسنى الكليان انهم يجيو. ولكن هنا دابا تفرضات واحد الحاجه وحده اخرى، يعني ماشي غادي تسالي غادي تدخل غتحل المحل غتنيطواي شويه وغادي تجلس غادي تبقى تسنى. هنا فين كاين الفرق ما بين واحد ناجح وواحد ما ناجحش. اللي ما ناجحش غادي يجي يجلس وغيربع رجليه وغيجلس وغيبقى حاضي عباد الله اللي دايز واللي راجع، غيبقى حاضي كيشوف هذاك مول الحانوت اللي قبالته كيبيع وهو ما كيبيعش. هنا انت خاصك ترد البال مزيان في داك الوقت اللي انت جالس، ماشي غادي تبقى جالس غير هكاك، حيت داك الجلسه تقدر هذيك الجلسه اللي جالس انت حاضي عباد الله وهذاك كتاخذ فيها الذنوب اكثر، وهذاك الشيء هو اللي يقدر يمنع عليك الرزق ديالك. يعني ما تبقاش حاضي الناس ولا حاضي الدايز والراجع، سير دير شي حوايج اللي يقدروا يرجعوا بالنفع على داك المشروع ديالك. بحال مثلا غدير شي باج فيسبوك ولا شي حاجه تبدا تبوستي فيها، تبدا تهضر على داك المشروع ديالك، تعلم الناس كيفاش يديروا حتى هما نفس المشروع ديالك، وعن طريق هذا الشيء غادي يوليو كيجيو كليان. المهم هو انك دير واحد الحاجه اللي تنفع بها الناس، سواء تبقى تبارطاجي داك المنتوجات اللي كتبيع، ولا غادي تعلم الناس مثلا اللي باغي نتوما ديروا. مثلا انت داير محل ديال بيع الملابس، غتقول لهم اللي بغى يدير بحالي ولا بغى يدير مشروع بيع الملابس منين ياخذ السلعه منين ياخذ هذه. المهم دير شي حاجه اللي هي مفيده، وفي نفس الوقت ها انت ملاهي كدير شي حاجه اللي تقدر ديفلوبي بها المشروع ديالك، انك كتبارطاجي في لي ريزو سوسيو، كتقلب على كليان في الانترنت، كتبارطاجي في ماركت بليس، داير كونت في انستغرام كدير فيه داكشي اللي كتبيع، وفي نفس الوقت شاغل راسك وما كديرش شي حاجه اللي تقدر كيف ما قلنا ترجع بالخساره على المشروع ديالك. لان من اسوء العادات واخيب الحوايج اللي كيديروا التجار هي انك كتلقاه جالس ما عنده ما يدار، راه جالس كيتسنى الكليان، كتبقى جالس في باب المحل ومجمع معاه 3 ولا 4 ديال الناس جالسين غير مجمعين، سواء جيرانه ولا الناس اللي الحوانت اللي حداه ولا شي واحد كيعرفهم وكيجيو كيبقاو جالسين معاه. هذه من اخيب الحوايج اللي يقدروا يضروا المشروع ديالك، حيت شحال من مره كتكون غادي باغي تدخل لواحد المحل وكتلقى بزاف مثلا واقفين واحد 3 ولا 4 ديال الناس في داك الباب ديال المحل غير مجمعين، صافي كتقول ما غاديش ندخل انا كاع ما بقيتش باغي نمشي. وبالخصوص الا كنتي عندك شي تجاره كتبيع وتشري مع العيالات، حاول ما امكن تحيد عليك هذه القضيه ديال انك تجمع في باب ديال المحل سواء مع صحابك ولا داك التجار اللي بغيتي تجمع شويه بعيد على المحل ديالك، ولكن ما تبقاش واقف في الباب ديال المحل ومجمع فيه. من الاحسن هذاك الوقت تستغلو كما قلنا في انك تبارطاجي شي حوايج ولا تقلب على كليان في بلايص وحدين اخرين في الانترنت منين تجيب الكليان. وانت الا ما لقيتي ما دير، احسن حاجه هي تجلس وتذكر الله، لان ذكر الله غيعاونك بزاف وغادي يجلب لك الرزق والبركه للمشروع ديالك. يعني هادو كان من الحوايج اللي ما كيردوا لهمش بزاف الناس البال، ولكن هما كيكونوا مصيريين في تحديد الرزق ديالك. يعني اول حاجه غدير هي غتوكل على الله وغادي تخرج وغتمشي للمحل ديالك وغتنظف المحل ديالك وتجلس، سواء غادي دير شي حوايج اللي غادي يعاونوك في تجيب كليان ولا انك تجلس وتذكر الله. وهادشي كامل غيعاونك باش توصل لهذيك درجه اليقين اللي غتبقى جالس واخا تجلس شهر غادي تقول راه رزقي جاي. يعني ما غاديش تبقى تقنط من الرحمه ديال الله، غتقول لا ما عنديش كليان، ما جاونيش الكليان، ما كنبيع ما كنشري. غتبقى واخا يدوز عليك شهر غادي تجيك عاديه، غتبقى عندك يقين، تقول شحال ما تعطلت رزقي غادي يجي. شحال ما بقيت جالس راه ربي غادي يسهل لي الامور وغايجيو الكليان ديالي وغادي نبيع وغادي نشري والامور ديالي غادي تكون بخير. كنتمنى لكم التوفيق ونشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.